هم يقولون هم معترفين، يعني هم مغالطين نفسهم. لا، هي بالنسبه لقضيه الادله كلها من جانبنا، من جانب الشعب طبعا، مو من جانبهم. والقضيه الاولى انه الجثه، بما انه الاعضاء التناسليه قد حدث ما حدث بها، ما موجوده. نعم. اي مثل ما جاي اقول لك استاذ، فبما انه ما موجوده، ان الان اذا انفتحت القضيه مره ثانيه وطالبنا بالجثه والجثه كانت ما موجوده، اذا احنا امام جريمه اخفاء جثه قتيل، وهذه بحد ذاتها هي الجريمه الاساسيه، وليست جريمه القتل هي الجريمه. اخفاء جثه قتيل ما يعادل الجريمه الاساسيه اللي هي 406 على ثانيا، 400 اللي هي قتل مع سبق الاصرار والترصد من قبل بعض الاشخاص اللي احنا نعرفهم، والشعب العراقي كله واقف على الحقيقه ويعرف تفاصيلها. وبالنسبه للعائله، عائله المغدوره، نازك ليش تفتحين المايك؟ هاي 3 مرات اسده وتفتحينه ليش؟ نازك اسمعيني؟ ايوه. لا ما ايه استاذ ابو علي، ليش تفتحين المايك؟ لا عاد اسمع. شو العلاقه؟ شو اللي علاقه سمع بالكتم؟ استاذ ايوب، بس سؤال واحد وياك استاذنا. ان شاء الله انتظروا التفاصيل حتى يتمعن بيها، راح نحكيها التفاصيل، احتمال باكر او بعد باكر. التفاصيل كلم استاذ ايوب. اني المحامي والطبيب ولا الى كل اني هذول اللي صعدهم 3 ارباعهم بس يريد يسولف، لو يريد له مشاهده ويروح. احنا نفرح بهيك قضايا. تفضل. يعني حتى المحامين يداولون القضيه اذا حكينا بالادله القاطعه. هذا احنا قصدنا. هذا احنا بالنسبه لنا من نكون امام كلام مجزي لابد انه ننتبه للحقائق. فاحنا مو هدفنا انه اليوم مشاهدات ونصعد وكذا، احنا اليوم امام امر لابد باكر يتفاقم. زين. فبالنسبه لعائله المغدوره، اكو قضيه لابد انه اصحاب الاختصاص يعرفوها اكثر من عندي، ولكن احنا درسناها في قانون اصول مرافعات جزائيه اللي موجود. شو يقول الحركات المبهمه. الحركات المبهمه عند مشاهده الفيديو لاكثر مره تلاحظ ان ام المغدوره كانت متهجمه في حديثها، وكانت تريد ان تثبت حقيقه هي ليست موجوده. واضح؟ فأم المغدورة مثل ما نقول، أنا بالنسبة لي كتصنيفي وكرأيي الخاص ما أريد أعلن أمام الجمهور، بس مو مثل ما متوقعين أنتم أنه هي مهددة، لا أكو شيء ثاني. يعني بعد استنتاجات أستاذ أنه مو هذا مو علمي الشخصي ولا مثل ما نقول اجتهاد خاص. عدة أشخاص، وبالنسبة لي سألت حتى قضاة وعرضت عليهم الفيديو، قالوا أستاذ بالنسبة لهذا الموضوع موضوع مشترك، جريمة منظمة، أكثر من شخص مشترك به، أشخاص سياسية وغير سياسية. إيه نعم، بس لحظة. عائلتها بريئة وأنا أقسم يمين. صح. كل العائلة مهددة. كل العائلة تدري سووا بيهم شلاليق، لعبوا بيهم، دمروهم. استاذنا العزيز، انا اليوم اريد اسالك سؤال، بس خلي بالك وياي. اليوم من انا اخليك تحت الاكراه، انت مهدد تحت الاكراه. انت تعرف انه اكو شخص راح ينقتل من سكوتك، انت ايش راح تكون؟ راح تكون مشارك بالجريمه لو لا، وفقا للماده 47 مساهم. اكو جبن ناس، اكو واحد. شوف هسه ايش كم واحد طلع دافع عن هاي القضيه وفضحها وصدر المشهد. ضحيت بروحي، وانا مضحي بروحي من 10 سنوات. هي كلها مثل مثلا صباح، هي كلها مثل علي، هي كلها مثل ايوب. اكو جبن. انت مو بس بس اسمح لي، ايش قد اكو جبن؟ عشيرتها وين؟ انا اقول جبن. شيخ عشيرتها وين؟ انا اقول جبن. كل من ما ينتفض هو جبان. هذا الخصده يا حبيبي. استاذنا العزيز، بالنسبه ورقه التكليف بالحضور اللي قدمت لحضرتك واللي قامها شخص فلاني ما اريد اذكر اسمه، انت تعرف اسمه،
بالنسبة لك تقدر تدز محامي، والقانون العراقي يكفل حرية التعبير عن الرأي العام، فما يقدر يدينك من خلال البث ولا يقدر يدينك من خلال الكلام اللي تظهر به. منو دايني؟ بالنسبة له هو أنا شفت أنه وأحد فيديوهاتك أنه مودي لك ورقة تكليف بالحضور. هو؟ نعم. سند؟ ايه ما وصلتني. هاي يعني ما قايم عليك دعوة؟ لا قايم، هو حكاها على الفيديو، حكاها قايم. المن حكاها؟ هو حكاها بالفيديو. ما تزول. لا انا غير قايم انا غير افرح. انا غير افرح انا غير افرح اذا يقيم علي دعوه. طبعا استاذ، هي الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة.